فترة كلها قلق ومخاوف ومشاكل نفسية عند كل البنات. مشاكل البيريود هنقدر نتعرف النهاردة على ايه مشاكلها وطرق علاجها ان شاء الله. سيداتي انيساتي وكمان سادتي، معاكم دكتور عبد الحميد الدبور في احدى حلقات ليه لا. في الفيديو ده هتلاقي اجابة لكل اسئلتك عن مشاكل البيريود ان شاء الله، وامتى تروح للدكتور علشان تقدري تعالجي بسهولة. الدورة الشهرية من الأوقات المتعبة جدا بالنسبة للبنات وللستات، وبالتالي بيبقى فيها مشاكل كتير. هنتكلم النهاردة عن 3 نقط أهمهم: أولا آلام الدورة الشهرية، ثانيا كمية الدورة الشهرية، ثالثا مدة الدورة الشهرية. تعالوا مع بعض نشوف ايه اللي هنقوله. بالنسبة لآلام الدورة الشهرية أحب أطمنكم إن في نوعين. في نوع الأول النوع الطبيعي، وده بيحصل عند أغلب البنات، وده بيبقى بيختفي لوحده إن شاء الله بعد الزواج وبعد الحمل. النوع التاني اللي هو النوع المرضي، وده ليه مواضيع كبيرة جدا وليه أسباب كتيرة ممكن نتكلم عنها إن شاء الله في فيديو لوحدها. النقطة التانية اللي أحب أتكلم فيها مدة الدورة الشهرية. أحب أطمنك مش لازم كل واحدة تجيلها الدورة الشهرية في نفس اليوم، يعني ممكن تيجي لأختك في ميعاد وتجيلك في ميعاد تاني. أنا بالنسبة لي الدورة الشهرية لازم تعرفي إن هي بتروح بالظبط من 21 إلى 45 يوم. يعني مش لازم يا دكتور اختي بتجيلي في نفس الميعاد يبقى انا كمان تجيلي في نفس الميعاد، لا طبعا. انا ممكن تجيلي وتبدر كل شهر، او ممكن تجيلي وتكون بتاخر كل شهر. بس الفكره ان انت متوقعه وعارفه الميعاد بتاعك كل 35 يوم ده طبيعي، كل 40 يوم ده طبيعي، كل 25 يوم ده طبيعي، وبالتالي مفيش اي قلق خالص من اختلاف المده طالما هي ثابته. النقطه الاخيره كميه الدم اللي بتنزل في الدوره الشهريه. طبعا زي ما قلنا قبل كده ربنا مش خلقنا كلنا شكل بعض، وبالتالي انا مش زي غيري. الدورة الشهرية بالنسبة لي بتتراوح من 2 فوطة صحية إلى 5 فوطة صحية في اليوم. طالما انت في المعدل ده اعرفي ان الموضوع بالنسبة لنا طبيعي جدا. طب والمدة يا دكتور؟ تتراوح تقريبا من يومين إلى 6 أيام كاملين. مفيش أي مشكلة خالص بالنسبة لك لو كانت 6 أو كانت يومين. في نهاية الحلقة أحب أطمنك إن الدورة الشهرية بتختلف من شخص للتاني ومن بنت للتاني. مفيش أي قلق خالص، لكن لازم تتابعينا. سيب الكومنتات اللي أنت عايزاها وإحنا هنرد على أسئلتك، ولو الفيديو عجبك يا ريت تعملوا شير ولايك. دمتم بصحة وسلامة.